مرحبا، حياكم الله جميعا. محدثكم أخوكم معاذ من ليبيا، من طرابلس، حرسها الله. تحياتي للجميع. نعم، أعيد مرحبا بكم جميعا، وتحياتي لكم جزائريين ومغاربة ويمنيين وكل من هو موجود في هذا اللايف. أولا أريد أن أبرر تدخلي أو وجودي أو لايفات شبيهة بهذا اللايف. أنا ليبي أقع بمحاذاة الجزائر. لدينا أيضا علاقات تاريخية وأخوية مشتركة مع الجزائر والمغرب وتونس وكل من يحيط بنا بالمنطقة. لدي 890 كيلو مشترك مع الجزائر. كل هذا يبرر لي أن أتكلم في هذه المشكلة وأن أبدي رأيي فيها. وإن كان الخلاف الجزائري المغربي تبعاته أو أضراره على المغاربة أضرار اقتصادية أو أضرار اجتماعية، وكذلك أضراره على الجزائر، فأضراره في ليبيا تتعدى هذا الأمر لتصل إلى أضرار نزاعات وحروب ومشاكل لا تخفى على أضرار أغلبكم في أضرار في ليبيا. أضرار الصراع الجزائري المغربي يصل إليكم أنتم في ليبيا؟ لا شك، على الأقل حاليا هذا طيب. الصراع ربما ضرر عسكري بسيط في بعض. دعني فقط أكمل. ما أضرار المغاربة من هذا الخلاف؟ أضرار المغاربة من هذا الخلاف حاليا أقصد، ولا أقصد تاريخيا. أعرف تاريخيا أن المغاربة دفعوا ثمن هذا الخلاف وثمن الدفاع عن أراضيهم، دماء وأشلاء وجثث وضحايا وشهداء. لكن حاليا يقتصر هذا الخلاف أو أضرار هذا الخلاف في المغرب على أضرار اقتصادية، حيث تترصد الجزائر المغرب أينما حل وحيثما ارتحل وتنصب له العداء. المغرب بمثابة ذلك الرجل الذي تعب في ساقه حية تعيق تقدمه. المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، يسير بخطى ثابتة، ولكنها للأسف بطيئة بسبب ما ينصب له من العداء من الكثير من الدول. على رأسها أو على الأقل العصا التي يحرك بها أعداء المغرب عداءهم للمغرب هي الجزائر. الجزائر كانت ولا زالت عصا تحرك بها أعداء المغرب أو أعداء المنطقة المشاكل. أعود إلى ما كنت أقوله، وهو سبب تدخلي في هذا اللايف. أبدأ القصة من أولها. في نهاية العشرينات القرن الماضي وبداية عشرينات القرن الذي نحن فيه الآن، نرى المغاربة والجزائريين يتخالفون ويتراشقون التهم ويتراجمون بالأدلة، فنصنف هذا خلافا. كنا نصنف ما يحدث بين المغرب والجزائر على أنه خلاف، ودائما ما نقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولكن للأسف كنا لا نكمل الآية حتى نصل إلى قوله: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. السوشيال ميديا ووسائل لا، الإعلام هو جعلتنا أكمل الآية. فإن نعم. بغت إحداهما على نعم. الأخرى. نعم، أنا قلت لك في التسعينات كنا لا نكمل الآية، كنا فقط نقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم نقف، أها. لأننا كنا نصنف ما يحدث على أنه خلاف. لكن بعد أن ظهرت السوشيال ميديا وحصل ما حصل وأصبحت سهولة الوصول إلى المعلومة، تبين لنا أن ما يحصل هو اعتداء وليس خلاف. هو اعتداء جزائري على المغرب، هو طعنة في الظهر من المغرب، هو بغي نسميه خذلان بغي من بالمصطلح الجزائر اسمه بغي. للمغرب. بغي. بغوا نعم، علينا. نعم، هاني هابط اخوتي الجزائريين، نعم. المهم جزائريين هنا واحد ما يطلب كيست خليكم بس تسمعوا ما برك، تكمل يا أخي. ولا يا خليك جماعه تكمل. كامل خرجوا من نعم. اللايف. هو يعني هابط لا، اسعد لو الشرجي يعني سمحت يا هابط. أخي، ما يا لك جماعه واحد ما مشكلة. يطلب كيست واحد ما الشيء يطلب كيست، واحد ما يطلع جزائري ما يطلع، أنا نجوعوا له ولادو شويه، دقيقة يا لازم أخي، الله ولادو يفتح عليك. يجوعوا. خلي روحوا كلك عدس. يلا روحوا هل كل عدس. هل أنت ما أكمل تقول عدس كلامي؟ يا أخي لما تفتجر. يعني شوف شوف هل شوف شوف. أكمل كلامي؟ دقيقة دقيقة نعم، دقيقة. أخي تفضل. اليوم الليبي. شوف دقيقة. اسمح لي. البوم شوف كيف البوم تشوفوا. الليبي. نعم، شوف. معاذ أنت يا أخي معاذ الليبي. نعم. نعم، نعم. الرجل كما سمعتم وتسمعون مداخلة من العيار الثقيل. يعني الرجل يتكلم كلام راقي مرتب جدا من ليبي. وأنا أعرف الشباب الليبيين كانوا عندي هنا في بريطانيا مليان
تقريبا كلهم مثقفين، نختلف نتفق معهم، لكن من حيث الثقافة شوفوا كيف بدأ يتكلم ويوصف الحالة بتأصيل شرعي وعقلي ومنطقي. يعني من أول يقول لك وهذا جار أنا، خلوني أنا يمني بعيد، هذا جار ليبي، كلام راقي جدا. وصاحبنا أول ما شعر الأخ الجزائري شعر بالألم، رغم أن الرجل لا يسب ولا يقدح ولا شيء، كلام في منتهى الرقي. شوفوا الحقيقة عندما تؤلم يقول للجزائريين لا تطلعوش. يا أخي في 60 داهية حد ماسككم أنتم يعني عندي شحة في الطالبين ولا كيف؟ تريد تستغل المنصة أهلا وسهلا، يجي ليبي تونسي جزائري، إذا ما عندك حجة اهرب لكن بشرف، لا تقول لي زي الأهبل. تفضل يا أخي، كمل يا أخي معاذ. إذا أكمل. كنا نصنف ما يحصل بين الجزائر والمغرب على أنه خلاف، لكن بعد أن وصلت المعلومة بطريقة أو بأخرى تبين لنا أن ما يحصل هو اعتداء جزائري على المغرب، وهو خيانة جزائرية للمغرب، وهو خذلان جزائري. لماذا حصل هذا الأمر؟ حصل لأمرين. أولا، قلت لك لصعوبة وصول المعلومة في وقتها. حتى في مطلع الألفينات كان المصدر الوحيد للمعلومة هو الجزيرة، وتحرم انهعاما على حسب أهواء هؤلاء الذين يقودون هاتين القناتين. السبب الثاني للوصول إلى ما وصلنا إليه هو أننا قد ورثنا من أجدادنا نظرة عاطفية، نظرة فزعة، نظرة شهامة تجاه الجزائر، لأن الجزائر يوما ما كانت أشبه ما يكون بفلسطين، نصنفها دولة تدافع عن حقوقها، والاحتلال يقوم فيها ما يقوم من الجرائم والقتل وسفك الدماء. تنادى الجميع للدفاع أو لدعم هذا الحراك أو هذه الثورة التي بين قوسين سرقت في الجزائر. دعموا الجزائر دعما غير مشروط. يخبرني جدي في تلك الفترة أن حتى انتقاد الجزائر في تلك الفترة كان يعتبر خيانة. فورثنا هذه النظرة كابرا عن كابر، حتى جاء الوقت الذي أصبح الجزائر أو قلت فيها عيبا أو ذكرت مساوئها صنفت خائنا. واستمر الربط بين الجزائر وبين فلسطين إلى أمد قريب. وأعتقد أن المشكلة لوجود هذه النظرة أو لاستمرار هذه النظرة وعدم كشف الجزائر على حقيقتها هم النخب المغاربية التي كانت تتستر على خيانة هؤلاء بحجة أنهم في ثورة وليس هذا وقت الكلام وما لو إلى سمحت يا ذلك، أخي، إلى أن طفح لو سمحت الكيل. لو سمحت تفضل. هذا كلام تفضل. هذه نقطة خطيرة. يعني أنت تحمل النخب المغربية تفشي هذا الخيانة الجزائرية، وأنهم لم يكونوا يظهرون هذا الوجه بحجة أن الجزائريين في ثورة. أكد لي هذا المعلومة وبعدين نناقشك فيها. طبعا هم أساءوا من حيث يريدون الإصلاح. في أي حقبة؟ أي حقبة تضامنهم مع تقصد أنت؟ الجزائر. حقبة الحسن أنا الثاني أقصد مثلا؟ أنا أقصد في لا، قبلها أقصد في بعد أن انتهت الثورة أو سرقت الثورة من الجزائريين ومن الثوار الحقيقي، وأصبحت فرنسا هي الخصم وهي الحكم حتى قبل أن تنال الجزائر استقلالها المزعوم، لأنه عندما ظهرت الثورة في الجزائر قد وئدت في مهدها وسرقت، والمغاربة ومخابراتهم لا شك يعرفون هذا الأمر، ولكنهم كانوا لا يريدون شق الصف في الجزائر ويريدون خروج الاستعمار ثم النقاش في هذه المواضيع. فخسر المغاربة أمرا خسروه وخسرناه نحن أيضا، وهو عدم الاستيقاظ لحقيقة هؤلاء من لدن بن بلة إلى يومنا هذا، وخسر الخسارة الأخرى وهي أراضيهم وحدودهم الحقة التي تتمثل في الصحراء الشرقية. تفضل. يا أخي أنت قلت كلام خطير صراحة. السلام عليكم. أنت الآن لحظة، أنا سأطلب من المغاربة يناقشوا هذا الأمر. يا أخي سد ميكروفونك يا أخي أبو نظارات سوداء لو سمحت، سد المايك. أي أنا أقول لك أخي معاذ، عندما زرت وجدة نعم. تفاجأت بأمر أذهلني حقيقة وصدمت، وقعدت أبحث وراءه. كنت أستضيف في اللايف على اليوتيوب
شخص من ضحايا المسيرة الكحلة التي طرد فيها 300 ألف مغربي في ليلة العيد من الجزائر، وتمت فيها فظائع يعني الواحد يبكي عندما يسمعها. وأنا في اللقاء كان هذا الشخص يروي وهو يبكي، الأخ مصطفى معيسى، وأنا أحييه من أبناء وجدة، وكان عمره 10 إلى 15 سنة يومها كما قال لي، ويرى كيف جروا العسكر الجزائريين أمه، وكيف انتزعوا الذهب من أذنيها، وكيف داسوا على البيت، وكيف نهب البيت أمامهم، حاجات مريعة. فكان يبكي، وكان في الطرف الآخر من الطاولة صديقي عبد الواحد الذي كان معي من المجموعة، رفيقي، وهو في الخمسين، يعني هو في منتصف الخمسينات، يعني الرجل عمره تقريبا 55 إذا لم يكن 60. فأصدم أن هذا المغربي الذي عمره 60 سنة لم يعلم أن هناك مسيرة كحلة، ولم يعلم أن الجزائر طردت 350 ألف إلا تلك اللحظة وأنا أسجل الحلقة. فبدأت أسأل، كانت حقبة الحسن الثاني، أسأل من حوالي، فبرروا لي المغاربة، وربما يطلعوا الآن يبرروا لك أنه الحسن الثاني ما كان يريد أن يوغر صدورنا ويمارس خطاب الكراهية علينا، وأنه أراد للمجتمع المغربي أن يكبر نقيا طاهرا دون أحقاد على الجارة الجزائر. وذكروا لي معاني إنسانية، وأنه علشان التعايش، وألا يرتكب هو الحسن الثاني نفس الخطأ الذي ارتكبوه العسكر بالتحريض على المغاربة. هو العسكر يحرضون الجزائريين على المغاربة، ويقوم الحسن الثاني يحرض المغاربة على الجزائريين، فهو رأى أنه ليس من الصواب في ذلك. وأنت ترى أن هذا خطأ، لأن هذا أنتم عميتوا على الناس يا أخي. أنتم قعدتوا كم 3 قرون، يعني 30 سنة 40 سنة، والمغربي لا يعلم أن الجزائري هذا محارب وباغي وعدو يريد استئصاله من حيث الأساس. وكانوا يقولوا لهم خاوة. فأنا لا أدري هل هم أخطأوا أم أصابوا. أنا أتمنى أن يناقشوك الإخوة المغاربة في هذا الجانب. كمل أخي. أنا أعتقد أن هذه النقطة هي أهم نقطة جعلتنا نفرق بين الفريقين. دعنا من التاريخ، حتى إن اختلفنا في التاريخ فنحن نعيش الواقع الآن، على الأقل في ال5 أو 6 سنوات الأخيرة التي أعي فيها حقيقة ما يحصل. لا زال هذا يسيء، ولا زال الآخر يقول أن يدي ممدودة للصلح. فأكبر دليل على أحقية وواقعية وصدق التاريخ هو الواقع. الواقع لا زال مستمرا، لا زالت نخوة المغاربة مستمرة، لا زال صفح المغاربة من موقع قوة مستمرا، ولا زالت إساءة هؤلاء مستمرة إلى يومنا. يا معاذ، يعني نستطيع أن نقول، أنا غردت بها تغريدة كده، أنا قلت في تغريدة في تويتر، وأنا أجزم بها أنه خير المغاربة غلب شر العسكر. الجماعة انتصروا أخلاقيا، لكن إنجاز التعبير أن أسميه فشلا إعلاميا، لأنه حتى في مغاربة يتهمون بلادهم بالفشل الإعلامي، ما استطاعت توصل قضيتهم، لدرجة أنه شوف المشرق إلى الآن، المشارقة، أنا يمني، ربما أنت ليبي لأنك قريب ملم ما شاء الله عليك. أنا أقول لك، أنا ربما 90% من المشارقة لا يعلمون بشيء، بل عكس، يعني مخدوعين بالجزائر أكثر ناس، يعني على أنها الحامية، وأنها كما كنتم أنتم تنظرون إليها كأنها رديفة لفلسطين، وأنها هي الحامية بسبب هذه الشعارات وكذا. هل تعتبره فشلا إعلاميا مغربيا، أم أنها قيمة من قيم المغاربة، قيمة أخلاقية أو اتجاه؟ على العكس هنا تكمن قوة المغرب حتى تحقق القول السائد الكبير كبير والنص نص، لأن المغرب إذا نزلت إلى هذه التفاهات فلا يمكن التفريق بينهما. فأعتقد أن هذه هي القوة الضاربة المغربية الحقيقية. إذا سمحت، أنت اليوم ضيف رئيسي. نعم، أعيد مرحبا بك.